سريعا كده هوريكم العزومة اللي انا عاملاها. عاملة ورق عنب وبتنجان وفلفل وكوسة وورق كرنب. تعالوا بقى نشوف انا بعمل الحاجات دي بسرعة لوحدي ازاي. اول حاجة وانتي بتعملي ورق العنب، اقطعي العيدان بتاعته وهو لسه اخضر، ده بيسهل عليكي كتير في الرص وكمان في انك تحشيه بسرعة جدا. المية بتاعتنا بتغلي في حلة، هننزل باول حاجة قبل ما نحط اي حاجة في المية هنحط ورق العنب. يا دوبك اول ما لونه يغير بيطلع على طول من المية. اول حاجة خلصناها هو ورق العنب، سلقنا الورق. اخر حاجة سلقناها بعديه هي العيدان اللي هنحطها في ارضية الحلة. هنحط بقى في المية ربع معلقة كمون وننزل الكرنب بتاعنا. وده بتنجان طبعا انا بجيبه متقور، ف يعني بغسله بقى كده واعيد على التقوير كده. ادي دي برضو حاجة هيبقى طبق معانا. وجبت برضو الفلفل وفي كوسة بس هي تحت الفلفل. فاكرين الصلصة اللي كنا عاملينها مفرزينها قبل شهر رمضان؟ بصوا بقى، هنجيب الحلة بتاعتنا، نحط معلقة زيت بسيطة وننزل بالصلصة اللي فيها البصل والثوم احنا بس ما كناش حاطين توابل. بصوا قد ايه الموضوع سهل. هنحط حاجة واحدة بس، الملح، الفلفل الاسود، التوابل بتاعه المحشي بتاعتنا اللي كل شخص بيحبها. هنا طبعا الصلصه كان فيها بصل وفيها توم. لو انتي مش عايزه تعملي اللي هي بالبصل والثوم كنا احنا برضو مفرزين طماطم بس بزيت. هنجيب برضو معلقه زيت نحطها في الحله ونبدا ننزل بنسحب بقى كيس بصل من اللي كنا مفرزينه، هينزل برضو البصل بتاعنا وبعد كده عليه طماطم، وبرضو تبقى الدنيا سهله معاكي جدا. زي ما انتوا شايفين الخلطة بتاعتنا، بصوا سهلة ازاي. حطينا الصلصة اللي كان فيها البصل والثوم وما ما استنيناش ان هي تتصلصل، يا دوبك خدت غلوه واحده بس على النار. نزلنا بالرز بتاعنا، بعدين استنينا الرز يبرد شويه وبعدين نزلنا بالخضره اللي احنا مقطعينها. جينا بقى هنا اول حاجه هعملها هي محشي الكرنب. انتوا طبعا عارفين ان انا ما بحطش اي اكل في ارضيه الحله، يعني حاجه تكون زي الطماطم والحاجات دي ما بحبش اهدر الكلام ده. فبجيب العيدان بتاعه الخضره، بحط معلقه زيت وامشيها كده في الحله ونحط العيدان دي. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل ازاي الكرنب بسرعه البرق. زي ما انتوا شايفين على الترابيزه بتاعه المطبخ او اكبر حاجة عندك، سفرة بقى، حاجات كتير كده جنب بعض تجمعيها. ونجيب الرز، تمام، وهنحط في كل الكمية. انا كنت عايزة اوريكم انا بعمل ازاي، عايزة اقول لكم ان انا عندي عزومة وانا علشان بشرح فالموضوع طويل. بصوا بجيب بقى، انا هقفل بس الكاميرا، اجيب جنبي ال الحلة دي اللي فيها الحشو، وهنحط كل الحشو اللي انتوا شايفينه ده مع بعض وهنحشيه كله بأسرع وقت. وبجد الطريقة دي هتخليكم كل يوم تعملوا عزومات. هخلص انا كده بالمعلقة بتاعتي، حتى كمان يعني مش هيبقى في حتى ايدينا فيها الحاجات دي، الصلصة والزيت والكلام ده، بمعلقة كده صغيرة ونبدأ ان احنا نحط كل الكمية كده. عايزة اقول لكم ان في الفنادق بيعملوا كده وفي المطاعم الكبيرة بيعملوا كده، بيفرشوا كل الحاجات دي كده مرة واحدة ويبدأوا يحطوا بالمعلقة. دي الخطوة دي سهلة جدا عن تجربة. الكاميرا طبعا فصلت وانا شغالة وفكرة الكاميرا بتصور، ما علينا. بصوا طبعا انتي بتمسكي بايديكي الاتنين، بس عشان انا ماسكة الكاميرا بايدي التانية. بصوا لفيها بسرعة جدا، لفيها بايديكي الاتنين، مفيش اسهل من كده يا جماعة خالص، ده بجد. طبعا انا وانا بلف بايدي الاتنين ببقى متحكمة اكتر فبخلص. بصوا خلصت كل الكمية اللي كنت حطاها، دي كمية كبيرة جدا 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 جدا، تمام. بس انا اخدت بالي، اكتشفت في الاخر ان للاسف الكاميرا مش بتصور. كان نفسي اوريكم وانا يعني
شغالة في لف الورق كده بطريقة سهلة جدا، وهوريك وكذلك برضو ورق العنب. عايزه اقول لكم كمان حاجه، هي دي حاجه مش صعبه خالص. امال ايه اللي صعب؟ اللي صعب التصوير بجد صعب جدا. بصي بقى، بعد كده بتاخدي الصوابع دي كده، ما تشغليش نفسك بلم الصوابع دلوقتي. تيجي في الحله بتاعتك بقى هترصي كل الايه الكلام ده ورا بعض. والله يا جماعه الموضوع سهل جدا. هخلص طبعا الم كل اللي على الترابيزه ده عشان نبدا نعمل مع بعض ورق العنب. كده خلصت، وكده نكون خلصنا اول حاجه مع بعض الكرنب. خلصته بسرعه جدا. تعالوا بقى نشوف ورق العنب. ورق العنب نفس الكلام، ومن الحاجات اللي بتخض اي حد يقول انا مش بعرف اعمل ورق العنب. طب ما تيجي اقول لكم بقى طريقتي فيه سهله جدا. نفس الكلام. اول حاجه زي ما قلت لكم العنقود اللي بيبقى هنا هوريه لكم، اللي هو بيبقى ده. لو عملتيه بعد ما اتسلق وقعدتي تقطعي فيه وكده هيبقى صعب جدا، وهو لسه اخضر وانتي لسه شارياه يعني. بتقطعي كل الحاجات اللي بتبقى في النص العيدان دي، وبعدين بترصيه فوق بعض رص كويس. تشيلي الورق اللي هو التالف ترميه، وتسيبي الورق السليم، وتاخديه صف صف تحطيه في المية السخنة وتطلعيه على طول. كده بتبقي انتي رصتيه وجهزتيه خلاص على انك هتفرديه كده. هنرصه كده بس، وانتي بترصيه يبقى الطرفين دول اللي هما كان في النص هنا العيدان دي كده، يبقى ناحية ما انتي واقفة هتحشي. يعني انا وشي هنا تمام، وشي للناحية دي. ليه؟ علشان هيسهل عليك. حطينا فردنا كل الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه، وحطينا كل كمية الرز اللي احنا عايزينها. بصوا بتتني اول حتة اهي كده، الناحية اللي قصادها نفس الكلام. وبعدين انا طبعا زي ما قلت لكم انا بعمله بايدي الاتنين، فانا دلوقتي عشان ماسكه الكام. وبتبداي تلفي كده اهو. اظن مفيش اسهل من كده. بصوا نفس الكلام، انا عايزه اوضحها لكم تاني اهي. تعملي كده، مفيش حاجه بقى اسمها مش بنعرف نحشي اهو. الناحيه التانية كمان كده، وبعدين بتلفي بقى زي ورق الكرنب. انتي بس بتتنيه من الجنب اهي. بتدوسي عليه كده، تضغطي ضغطه خفيفه اهي كده، بيطلع معاكي ورق العنب اهو بالشكل ده كده. تبدأي تعملي كل الكمية اللي قدامك، هتخلص بمنتهى السهولة. الحلة بتاعتنا حطينا فيها معلقة زيت، وبرضو مشيناها في الحلة، وحطينا العيدان اللي احنا سلقناها لوحدها اللي هي بتاعت ورق العنب. وبعد ما بتخلصي الكمية بتاعتك بتبدأي ان انتي ترصي الورق كله، بيبقى بمنتهى السهولة. ورق الكرنب، ادي ورق العنب، الفلفل والبتنجان والكوسة والفلفل. عايزة اقول لكم يعني مفيش اسهل ولا اسرع ولا ابسط من كده. انا طبعا هعمل حاجات تانية في العزومة، بس انا حبيت اوريكم طريقتي في حشو ان انتي تقدري لوحدك تعملي عزومة وعزومة كبيرة كمان. انا طبعا هعمل رقاق باللحمة، وهعمل رز بسمتي، وهعمل فراخ، وهعمل لحمة مشوية كده. فبعد الفيديو ده خلاص بقى كلنا نعرف نعمل عزومات لوحدنا. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولسه مشتركش في القناة اعملي سبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.